هل تعتقد أن منزلك في مأمن تام؟ قد تغير رأيك تماما بعد مشاهدة هذه اللحظات الحاسمة. في فيديو اليوم سنكشف لكم كيف تحول أوفى أصدقاء الإنسان إلى كابوس مرعب لأعتى اللصوص، وكيف أنقذت هذه الكائنات الذكية أصحابها من مواقف قاتلة بلمح البصر. ستشاهدون لقطات حقيقية تحبس الأنفاس تثبت أن الشجاعة لا تقاس بالحجم بل بالوفاء المطلق. إذا كنتم مستعدين لجرعة مكثفة من الإثارة فادعمونا بالإعجاب واشتركوا في القناة الآن لتنضموا إلى عالمنا المليء بالمغامرة. لم يدرك هذا اللص أبداً أنه يخطو بقدميه مباشرة نحو فخ أحكم نسيجه بعناية. وفي اللحظة الحاسمة يتدخل هذا الرفيق الوفي لينقذ صاحبه من براثن اللصوص، محولا مسار الموقف في الوقت المناسب تماما. يا لها من قوة جامحة لا تكبح، لدرجة أن مالكه وقف عاجزا عن السيطرة عليه أو تقييد حركته الهائجة. وبلمح البصر أطاح الكلب باللص أرضا مجمدا حركته في الحال. لقد كان يوما اعتياديا في محطة الوقود، إلى أن شن أحدهم هجوما مباغتا على أحد الموظفين، ولحسن الحظ كان الموظف يتمتع بحماية حصينة لم يتوقعها المعتدي. في بعض الأحيان تبرع الكلاب في أداء دور الحراسة لدرجة تفوق كل التوقعات وتتجاوز مجرد القيام بالمهمة. كان السائق واقعا تحت تأثير السكر وحاول الفرار من موقع الحادث، بيد أن خبيرا في التتبع انضم فورا للقضية. إنه كلب شرطة محترف، لا يمكن لأحد أن يفلت من قبضة عدالته. إن هذه الكلاب تتمتع بحدة ذكاء ويقظة استثنائية لا تغفل عن صغيرة أو كبيرة. قد لا يكونون حراسا مثاليين في جميع الظروف، لكنهم بلا شك ينجزون مهامهم بأقصى ما يمتلكون من جهد وإخلاص. تملكوا الرعب قلوب اللصوص ولاذوا بالفرار، هلعا من صرخة مدوية أطلقها هذا الرجل زلزلت كيانهم.
بسبب اندفاع الكلب تحول المكان في لحظات إلى ساحة من الفوضى العارمة التي اجتاحت كل زاوية. حتى وإن كانت الكلاب صغيرة الحجم فإنها تمتلك من الهيبة ما يكفي لبث الرعب في نفوس اللصوص. لا شيء يضاهي شعور الأمان الطاغية الذي يمنحه وجود كلاب حراسة في منزلك، فهي العين التي لا تنام. حتى قبل أن يفتح الباب كان التوتر قد بلغ ذروته في المكان. هذا الرجل ليس المالك الحقيقي للكلب، بل هو مجرد جار. ومع ذلك تدخل هذا البطل ذو القوائم الأربع في اللحظة التي أدرك فيها أن صديقه بحاجة ماسة للمساعدة. عادة ما يعمد اللصوص المحترفون إلى استطلاع المنازل بدقة متناهية قبل اقتحامها، إلا أن هذه المجموعة افتقرت بوضوح لأدنى درجات الاستعداد، فكانت الكلاب القابعة داخل المنزل مفاجأة غير سارة لم تكن أبدا في الحسبان. انطلق هذا الشاب بأقصى ما أوتي من قوة، يركض بسرعة جنونية فرارا من فك كاد أن يطبق عليه في أي لحظة. اقتحم لصوص مزرعة هذا الرجل وشرعوا في تهديده، بينما كان جوني كلب الحراسة مقيدا بالأغلال. لكن وبمجرد أن فك قيده بسط سيطرته المطلقة على الموقف وقلب موازين القوة لصالحه. محاولة يائسة من لص غاشم لسرقة المكان سرعان ما تبددت وتلاشت بفضل يقظة كلاب الحراسة وبسالتها. بسبب ارتقائه سطح السيارة ابتعد الكلب عنه في الحال، لتفصل بينهما أمتار قليلة كانت كفيلة بمنع الصدام. كان يطمح لسرقة الدراجة النارية، لكن هذا الكلب كان له بالمرصاد، حيث دحره بعيدا وحال بينه وبين مبتغاه. لم يمنحه الكلب أي فرصة للإفلات مطلقا. لقد كان درسا قاسيا ومريرا لهذا السارق لن ينساه أبدا. حتى رجل الشرطة نفسه وقف مذهولا أمام القوة البدنية الهائلة التي أظهرها الكلب في ذلك الموقف. حتى في عالم الأوفياء قد تشتعل النزاعات وتندلع المشاجرات بين الكلاب وبعضها البعض. هذا هو المصير المحتوم،
والجزاء العادل لأولئك الذين يفتقرون للرحمة ولا يحترمون كبرياء الحيوان. بفضل بسالة الكلب فر السارق هربا في الحال، بينما وقف الكلب يذود عن تلك المرأة بشجاعة لا تضاهى. تبقى السيارة دوما هي الملاذ الآمن والملجأ الأخير للاحتماء من هجمات الكلاب الضارية والمفترسة. لعل هذا الحادث يكون نقطة التحول الكبرى التي تدفع اللص أخيرا لإعادة النظر في مسار حياته بالكامل. هكذا تبدو مناورات تفتيش المباني لتعقب المشتبه بهم، وبفضل هذه السرعة الفائقة يستحق هذا المتدرب وساما تقديرا لكفاءته العالية. لهذا السبب تحديدا يعد كلب الشرطة رمزا للقوة والبأس الذي لا يلين أمام الصعاب. لسبب غامض توهم المجرمون أن كلب الحراسة سيقف مكتوف الأيدي ولن يعترض طريق مخططهم الإجرامي. Hello. Okay. Thank you. تدريبات قاسية ومكثفة يخضع لها الكلب ليكون الند القوي في مواجهة أعتى اللصوص وأكثرهم مكرا. في لحظة فاصلة بين محاولة تشغيل محرك الدراجة النارية ودوي نباح الكلب، وجد السارق نفسه عالقا في دوامة من الحيرة والارتباك.
رغم أن هذا الرجل لم يأتي بأي فعل مريب، إلا أن الكلب انطلق نحوه كالسهم دون سابق إنذار. تملك الذعر والهلع من مندوب التوصيل أمام هيبة الكلب وشراسته غير المتوقعة. ظن اللصوص أنها ستكون عملية سطو يسيرة وغنيمة سهلة، لكن تقديراتهم كانت خاطئة تماما ومخيبة للآمال. Get over here! You! Get in the house! يبدو أن هذه الفتاة قد أخطأت العنوان، ومن بين جميع الشقق المتاحة قادتها الأقدار لاختيار الشقة الأسوأ على الإطلاق. بفضل التدخل الحاسم للكلب، باءت محاولة سرقة الدراجة بالفشل الذريع. I've been hiding a lot of shit from Luch, and when he finds out what I did, What you did was out of business. يبدو أن الكلب قد اختلط عليه الأمر تماما، ولم يعد يفرق بين مندوب توصيل مسالم وبين لص محترف. And what's that gonna accomplish? How you care? Hi, you are currently being recorded. كان هذا المنزل معزولا في قلب القفار بعيدا عن صخب المدينة، ولم تعتد كلاب الحراسة المحلية على رؤية الغرباء. أما عن سبب وجود هذه المرأة في هذا المكان فيبقى لغزا محيرا يثير الفضول. يبدو أن هذا الكلب قد قطع عهدا على نفسه بألا يجرؤ أي كائن على الاقتراب من حدود هذا المنزل. لقد تعلم هذا اللص الدرس، لكنه كان درسا مريرا خطت تفاصيله بأنياب الكلاب القاسية.
تخيلوا هذا المشهد: كلب صغير الحجم ينجح في ترهيب قطيع كامل من الخيول الضخمة وإجبارها على التراجع. في الختام، يظل الكلب الرمز الأسمى للوفاء الذي لا تزلزله الشدائد. لقد رأينا اليوم كيف تتحول الغريزة إلى درع حصين يحمي الأرواح، مثبتة أن الرابطة بين الإنسان وكلبه هي تحالف مقدس من أجل البقاء. والآن شاركوا